السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم حبايبي وين ما كنتوا بتتابعوني. اليوم ان شاء الله راح نعمل اطيب واذكى بوراك. راح نروح ان شاء الله مباشرة طريقة التحضير. اول شي راح نجيب طبعا مقلاة على الغاز، راح نحط فيها طبعا شوية زيت، وعندي 300 جرام بولي تاع الدجاج، صدر دجاج طبعا مفروم ناعم. راح نحطه ونقليه مليح مليح لما تنشف ميته. لازم الدجاج ننشف ميته اول قبل ما نحط البصل. بعد ما نشفت المية تمام ظلت بس الزيت اللي حطيناها، راح نضيف كمان حبة بصل طبعا مفرومة مقطعة مكعبات صغيرة. راح نقليهم مع بعض، وراح نضيف له كمان تقريبا 300 جرام سبانخ او سليق، بتكون بس الورقة يعني ما يكونش الغصون، نحط بس الورق اللي يكون طري. راح نحطهم مع بعض ونغطيهم نخليهم تقريبا 3 دقائق. بعد ما هيك ذبلوا مع بعض، شوفوا البصل كيف استوى والسلق هذاك استوى او السبانخ. راح نرش عليه شوية كزبرة، شوية فلفل اسمر، شوية بابريكا حمراء، ونقلبهم مع بعض مع رشة كمون صغيرة. طلع كيف من بعد ما استوى. راح نقطع الجبنة مكعبات صغيرة ونضيفها عليه، او تكون عندكم جبنة مبشورة الموجودة. راح نجيب طبعا ورق السمبوسكا او الديول، احنا عندنا في الجزائر يعني الديول يكونوا مضوع على شكل دائري، وانتم يكونوا عندكم مثلثات يعني على شكل طويل، يعني هاي الشكلين بنفع. الحين هذيك الديول تبعتنا طبعا المدورة راح نعملها على شكل وردة. شوفوا كيف عملتها زي ضمة، ضميتها وعمل لفيتها لتحت، الجوانب هذوك لفيتهم لتحت، اجت المنظر زي حبة زي الوردة. شوفوا ما شاء الله كيف جات. جبت المول تاع الكب كيك، دهنته طبعا بزبدة، وهيني حطيتهم كلهم في المول وندخلهم الفرن يستووا. طبعا ندهن المول زبدة، ومن فوق ندهنهم شوية زبدة ونخليهم يتحمروا. طلعوا ما شاء الله كيف بعد ما فتحت لهم من تحت ومن فوق تحمروا، صاروا تمام، تحمروا من تحت وتحمروا من فوق. وبعدها بنطلعهم وبنزينهم. طلعوا ما شاء الله بعد ما استووا، هاي طلعتهم زينتهم بشوية بقدونس وحبة زيتون. طلعوا ما شاء الله والله منظرهم يعني منظر وردة، بس والله طلعوا كتير كتير ذكيين يعني ما شاء الله. قد ما وصفت لكم اياها مش هعطيهم وصفهم. نتمنى تجربوا الوصفات هذه وتنجحوا فيها، يعني وصفة خفيفة وسهلة، وكيف نقولوا خفيفة ظريفة. ان شاء الله وصفاتي تعجبكم وتجربوها وتنجحوا فيها. ما ضل غير نقول لكم تلقوا في فيديو جديد ان شاء الله.